أي تصريح قاله كابتن حسام حسن فهو مسؤول عن نفسه فقط. المصريين والمغاربة الاتنين واحد، بطولة كانت هايلة من المغرب، تنظيم رائع، والمغاربة شالونا على راسهم طول البطولة. كابتن حسام حسن بيقول انه في بعض الناس مش عايزانا نوصل للمباراه النهائيه، وان احنا عارفين مين الناس دول كويس. لا انا ما اعرفش هم مين يا كابتن حسام الناس اللي مش عايزيننا نوصل للمباراه النهائيه. وبعدين اكيد الناس دول مش هم اللي منعونا نسدد على مرمى السنغال طول المباراه، واول تسديده لينا من عمر مرموش بعد الدقيقه 90. اكيد مش الناس دول اللي هم مش عايزيننا نوصل نهائي دول هم اللي منعونا نطلع بتسديده واحده على مرمى السنغال طوال المباراه، واول تسديده لينا تكون بقدم عمر مرموش بعد الدقيقه 90. اكيد الناس دول مش هم اللي خلونا نلعب كرات طويله على لاعبي السنغال اللي طولهم مترين. اكيد لا يا كابتن حسام، مش هم اللي خلونا نلعب ال 90 دقيقه زون ديفنس ومش عارفين نعمل هجمه مرتده واحده صح. اكيد يا كابتن حسام الناس اللي مش عايزيننا نوصل نهائي اللي انت قصدك عليهم دول اللي انا معرفش هم مين، اكيد مش هم اللي منعونا ان احنا نلعب بتكتيك صح ونهاجم السنغال ونلعب كرة صح ونضغط ونستحوذ ونباصي صح. اكيد مش هم اللي عملوا كده يا كابتن حسام. فيا ريت حد يقول لي مين الناس اللي مش عايزيننا نوصل نهائي، عشان لو الناس دول هم السبب في ان احنا ما عرفناش نباصي ولا هجمنا هجمه على مرمى السنغال نبقى عارفين برضو اللي فيها يعني. تصريحات حسام حسن بعد المباراه، اسكت. انا عايز اقول له اسكت كفايه، عمال يعمل لك كده. رايح تعمل الجمهور كده ليه؟ جمهور بيحتفل وفرحان يا حبيبي، ايه علاقه ده بالموضوع؟ هو انت عملت حاجه في سبع افريقيا؟ بيقول لك احنا بعبع افريقيا، ايام كنا بنايم افريقيا يا جماعه، شغل كنا بنايم افريقيا من المغرب وهنمت من المغرب ياسين والكلام دوت ما ياكلش معانا يا حبيبي. يا حبيبي انت فاشل، جبان، مدرب فاشل وجبان الاثنين سوا. فانت لا تصلح، بلاش السبعه دي مش بتاعتك ومش انت اللي عاملها. ما تعيش على تاريخ غيرك. هو السبعه افريقيا دول انت واخدها؟ كان ليك يد فيهم؟ لا يا حبيبي، مالكش دعوه بيهم يا بابا. سيب يعني تاريخ غيرك ليهم. انت عارف تعمل حاجه؟ لا. ويقول لك لا استنى، كان في ناس مش من مصلحتها ان احنا نوصل. مين يا حبيبي؟ هو مين اللي فاضل اصلا؟ التانيين افارقه، فاضل المغرب. هي المغرب هتبص لك انت؟ انت شفت منتخب المغرب؟ لا طبعا ما شفتوش. انت مشغول في الكيد بتاع اللعيبه، مش لاعب مصطفى محمد هنزل صلاح محسن في اخر 3 دقايق اكيد، وبرده انت مشغول في الكيد. بصيت على منتخب المغرب يا حبيبي، منتخب المغرب والجزائر والناس دي عاملين اسس يا بابا، عاملين اسس بانيين عليها. انت يا حبيبي تكسب بالحظ. طب والله العظيم احنا لا نصلح المكان اللي احنا وصلنا لها، احنا اقل من كده بكتير. احنا كنا اصلا من دور المجموعات، لاجل حظ مجموعتنا السهل. احنا كنا قابلنا اي فرقه كنا في اي مجموعه ثانيه غير دي، كنا زمان خسرنا. قال يقول لك في ناس ما كانتش مصلحتها ان احنا نوصل. مين يا حبيبي؟ ما حدش يبص لك لان انت بتقدم ضحك، فما حدش حطك في باله اصلا. انت موهوم، كفايه وهم، كفايه وهم، وما تصدرناش وهمك بقى. عندنا جهل في الخساره، جهله، ما عندناش ثقافه خساره. الجهاز الفني لمنتخب مصر، لعيبه المنتخب السنغالي جايين بيسلموا علينا في منظر قبيح من وجهه نظري، منظر يخلي الواحد عايز يرجع. ساديو ماني واحد من نجوم الكره الافريقيه جاي بيسلم، يلا يا بابا من هنا، يلا يا حبيبي من هنا. ايه ده؟ هل ده مشهد يعبر عن منظر الكره المصريه؟ منظر مقزز. لو بنلعب في دورات رمضانيه بعد الماتش هنسلم مع بعض. اعتقد ان لعيبه المنتخب السنغالي محدش استفز حد. ده ساديو ماني بعد الماتش مفيش حاجه، احنا عندنا ماتش جاي. اعتقد لازم نتعلم ثقافه الخساره، ولما نخسر نخرج بمنظر جيد ومنظر يليق بالكره المصريه من وجهه نظري. لان المدير الفني والجهاز الفني بتاع منتخب مصر مش بيمثلوا نفسهم، دول بيمثلوا بلد بحالها. طيب بما ان الموضوع مستفز فهحاول اختصر كام نقطه كده بكل احترام وادب. كابتن حسام، منتخب مصر خسر، انت طلعت صرحت قلت في ناس كتير مش عايزانا نكسب. ايه ده؟ ناس كتير ايه؟ يعني الكوره كانت بتبقى مع منتخب مصر مثلا وحد كان بيطلع بيخش ياخد الكوره ويجري؟ ما فهمتكش. احنا الفراعنه ماشي، احنا بعبع افريقيا ماشي، احنا السبع بطولات ماشي، وبعدين التامنه كانت معاك وديتها فين؟ ما فهمتش. يعني التامنه كانت معاك وديتها فين التامنه؟ كابتن حسام، المنتخب ما جاش، احنا ما لعبناش اصلا. خلينا صراحه، احنا ليه هنكدب؟ هو احنا ما بنشوفش يا كابتن حسام؟ اذا كان كنا في الاستاد او بنتفرج على الماتش في تلفزيون ولا حاجه، ما بنشوفش احنا؟
سبحان الله يعني. خسرنا نسكت، ما ندخلش الدنيا ببعضها. كابتن ابراهيم طالع بيقول لك احنا كنا قاعدين في بنسيون. بنسيون ايه يا كابتن ابراهيم؟ ما فيش بنسيون في المغرب حضرتك. الكلمه دي اتلغت اصلا من القاموس. بنسيون ايه حضرتك؟ اصل احنا ما عرفناش ننام كويس. ايه التصريح ده؟ فين المشكله؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ منتخب مصر ما جاش، ما لعبش. اول هجمه عملناها في الدقيقه 92. ما فين التصريح اللي المفروض يتقال؟ خسرنا خلاص ومش عارفين نتكلم ولا نقول حاجه، نسكت. هندخل الدنيا ببعضها ليه؟ البنسيون قال يا شيخ. حسام حسن عن الجمهور المغربي اللي كان بيشجع منتخب السنغال امام منتخب مصر. بغض النظر عن الجزئيه دي اللي ما اقدرش احكم عليها بنسبه 100%، انا ما كنتش في الملعب. كان في جماهير مغربيه بتشجع السنغال طبيعي، في جماهير مغربيه ثانيه بتشجع المنتخب المصري، وانا عندي اصحابي واخواتي مغاربه وشايفينهم ان هم بيشجعوا المنتخب المصري زي ما في مصريين بيشجعوا المنتخب المغربي، وفي مصريين ثانيين عايزين خساره المنتخب المغربي وشايفينه بيتجامل في البطوله. فطبيعي انك تلاقي كده وتلاقي كده. كل الكلام ده معلش على جنب، وعندي سؤال واحد: هل الجمهور هو اللي خسرك؟ لا، انت كنت سيء، انت ما كنتش موجود، انت ما جيتش الملعب حرفيا. فما ترميش الخساره على المدرجات وعلى الجماهير، لان ده مش حقيقي. الجمهور كان ضدك عادي جدا. اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي ياما لعبت ماتشات خارج الارض، 100% بقى من الجماهير فعلا ضدك. ايا كان الجمهور المغربي اللي كان موجود، اللي هم بيشجعوا يا سيدي السنغال، انا همشي معاك ان هم كانوا بيشجعوا السنغال، مش هيبقى في التشجيع اللي في خيالك اللي يخليك مضغوط يعني في الملعب ويخرجك من الماتش. مش حقيقي. مش شايف ابدا ان الجمهور يكون سبب في خسارتك المباراه. دي كلها شماعات انت بتعلقها بس بسبب فشل المنتخب المصري في مباراه نصف النهائي. طيب تعال بقى نبص على الجزئيه الثانيه، ان منتخب مصر 7 ستارز وان منتخب مصر هو الاكبر في افريقيا. دي حقائق كلها ما حدش يقدر ينكرها، دي كلها حقائق. المنتخب المصري هو رقم 1، هو بعبع القاره دي. لان انت لما بتتكلم عن تاريخ، مش عن حاضر، مش عن دلوقتي، مش عن البطوله دي، فالمنتخب المصري كده رقم 1 بشهاده الجميع واي حد بيفهم كوره واي حد عاقل. لكن لو هتتكلم عن الحاضر وعن دلوقتي في البطوله اللي احنا فيها، لا، منتخب مصر ولا المنتخب الاول ولا حتى من اول 3 منتخبات جوه قاره افريقيا. منتخب مصر كورته كانت سيئه جدا، واحد من المنتخبات الجبانه في البطوله دي. للاسف ان انا بقول كده، منتخب جبان، منتخب ما كانش بيهاجم، بيعتمد على الدفاع بس قدام اي منتخب بيلعب قدامه. كابتن حسام، بس مع احترامي ليك، هو جماهير المغرب من حقها بقى تشجعك، تشجع منتخب بنين، تشجع السنغال، تشجع كوت ديفوار، والله بمزاجهم. داخلين الملعب وبلدهم ويشجعوا، حجزوا دفعوا تذكره او دخلوا ببلاش حتى، ومن حقهم يشجعوا اي منتخب هم عاوزينه. ما ينفعش اجي الوم حد اقول له انت ليه ما شجعتنيش، واوجه الموضوع ليه واساله وانت ليه ما تشجعنيش. لا، هو حر. هو واحد بالنسبه له دلوقتي في مباراه نصف النهائي يقابل مصر ولا يقابل السنغال؟ لا، هو يقابل السنغال احسن. مش عايزه يقابلك، هو مش عاوز يقابلك، ما يدخلش بقى في نفسه في مواجهه عربيه ومش عارف ايه. فهو بالنسبه للجماهير من حقها ان هي تشجع المنتخب اللي هي شايفاه هيكون اسهل لمنتخبها، وبالتالي هم حتى النهارده كانوا بيشجعوا السنغال، فده من حقهم. انا مش عارف افرض سلطتي عليهم، ده اولا يعني. ثانيا، التصريحات اللي احنا طلعناها بعد المباراه ان احنا جامدين جدا وان احنا عندنا 7 بطولات وان كله غيران مني وانا افريقيا وانا العرب وانا مش عارف ايه، ما لهاش اي 30 لازمه. احنا خسرنا المباراه بايدينا فنيا لما نزلنا متراجعين دفاعيا، وبالتالي بلاش نقول اي كلام. بلاش اي كلام يداري على المشكله اللي عندنا وان احنا ما قدمناش مباراه حلوه، واول تسديده لينا كانت في الدقيقه 95، وبالتالي الموضوع ما تحولوش لحاجه ثانيه. ده بص العصفوره، روح شوفوا احنا 7 بطولات، نشاور للجماهير اللي حاضره ان احنا 7 بطولات. بلاش نغني على الماضي، خلينا نتكلم في الحاضر ان احنا بقالنا كتير جدا مش عارفين ناخد بطوله افريقيا، وبالتالي لا، دي مشكله. والمشكله الثانيه ان احنا دلوقتي كمان عندنا عقده من السنغال، ما شاء الله 3 مرات ورا بعض بيدونا نفس القلم واحنا بنقعد ساكتين. وبالتالي بلاش نطلع حاجه فاضيه على الفاضي، نركز في اللي جاي، نقول احنا هنبني فريق، هنشوف بقى هنتعلم من اخطائنا. لكن ما نروحش نرمي، لا والله الجماهير ما شجعتناش في بنين، لا والله الجماهير ما شجعتناش مش عارف في ماتش سهل العاج، لا والله الجماهير ما شجعتناش في ماتش السنغال. هو من حقهم، هو حر، مش عاوز يشجعك ما يشجعكش، هو حر. هفرض عليه. الناس مشكوره استقبلتنا، الناس مشكوره قدمت لنا كل حاجه كويسه وساندتنا في دور المجموعات. خلاص لما شافتك بتتقدم في البطوله، لا مش عاوزك، هو مش عاوزك، مش عاوز يشجعك، هو حر. بلاش افرض سلطتي عليه، وبلاش التصريحات الغريبه دي اللي بتعمل قلق بدون اي 30 لازمه.